أصدقائي صديقاتي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا ربي. وهنا اجينا وياكم بفيديو جديد ويوم من أيامنا. وش نسوي؟ راح نصور لكم. ماكو شي معين، روتين فيديوهاتي أو روتيناتي تحفيزية وليس تعليمية. أني أصور لكم أشياء من يومي، ما دا أعلم، واللي يتعلم شي من عندي أكون أني ممنونة إله. واللي وصل ويانا لهنا خلينا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى نكبر سوا ونصير أحلى وأجمل عائلة. هنا عندي هاي المواعين، أول ما بلشت راح أغسل بيهم. طبعا أنا دوري غسلتهم. ونبلش يومنا بالمواعين. طبعا تريقنا وكملنا وبديت أصور لكم حبايبي. بنات وكتبولي بالكومنت وكتبولي شنو تردون وصفات او شنو تردون اصور لكم، واني راح اكون ممنونة من عندكم. غسلت المواعين مالتي وغسلت السنك، بس هذا البايركس نقعته شوية لان مالي بالسيم ينحك يصير بيه هيك شخوط، ما احبه يخرب. هنا كملت المواعين مالتي نشفتهم. باقي عندنا الطباخ نمسحه. نظفت الطباخ. طبعا بنات اليوم ما انظف تنظيفه هاي وياكم، مجرد اشارككم الشغلات اللي راح اسويها، لان شنو اني منظفه من الليل فما عندي تنظيف، عندي بس شغلات بسيطه. وهسه همين اشوف شنو غدا اسوي وياكم. راح اسوي اصدقائي، شوفوا انتو شنو اكثر شي تحبوه بعائلتكم تطبخوه. اني كتلوني وذبحوني يحبون الدجاج حتى اكثر من اللحم، بس السمك لا، السمك يحبوه وايد. هسه تعالوا خلينا نكمل روتين. بعد ما لملمت وسويت المطبخ لازم اسوي الحمام طبعا ما اغسله هسه اني، لا راح اخليه للقاصر والعطور واتركه الى ان اكمل الغدا. يعني اخلي الغدا على النار، يلا ابلش بالحمام. يعني اني ما اغسل الحمام قبل، اتركه شويه بالعطر والقاصر حتى يتعقم والديتول. القاصر والزاهي والعطر وكل شي، وراح اتركه لان اكمل باقي شغلي. حبايبي هذا الاستقبال قلت لكم نظيف ومرتب، مجرد راح اعلق بيه البخور وبس. وهنا البيت كله مرتبيه. وهذا المطبخ مالتنا. اصدقائي الدجاج مالتي خليت له الليمون، طبعا اعصر عليه ليمون. اني غسلته بالبدايه بالمي والخال الابيض، وهسه خليت عليه الليمون، لان الدجاج سر نجاحه والزفره مالته تطلع بالغسل مالته. واني بنات ما اخلي عليه زيت، انتو الاغلبيه تعرفون. طبعا اكو بنات علقه وليش ما تخلين زيت والسلقي لازم بالبدايه. بنات كل وحده وطريقتها حبايبي، وانتو جربوا هذه الطريقه. اذا شفتوا بيها زفره او شي بعدين علقوا. طبعا كل واحد وطريقته. والدجاج لا تقولي لاعتماد الدجاج على الغسل اذا كان مضبوط فالدجاج راح يكون كلش طيب وما بي اي زفرة. راح اخليه شويه انقعه. شوف شلون طلع دم. اني كان المي مالته ابيض كانه ما صافي، بس خليت الليمون. بعوش شنو اللي ظهر من عنده، مجرد توضيح لكم. النظافه وجمال النظافه باعوها. معلقه الماء خليته بالليمون والخال والغسل المضبوط، ولا قطرة زيت. طبعا نريد الاكل شوية صحي بنات، كافي زيوت والله كلش تأذينا بسبب الزيت. فاللي يحب يخلي زيت هاي بعد مشكلته. اني ما احب حتى تكون شوية صحي اكثر، لان الدجاج هو اكثر دسومة يبي. الاضافات البصل وطماطة صغيرونة والنوم بصرة والفلفل الحار واحد. انتو بعد هذا اختياري، اللي يريد يضيفه واللي ما يحب لا يضيفه. بهارات الدجاج وضفت قليل من الفلفل الاسود، وراح ابدي احمسهم حمس كل زين. مال الحمسه شلون صار، والحمسه اللي اقولكم عليها اللي توصل قاع الجدر بهذا اللون. ابقى احمسها حمس كل زين. حمص وضفت قليل من المي، راح اخليه يغلي شويه وبعدين اضيف عليه المي الكامل. بس نخليه ياخذ بخار هيجي ونطبقه الى ان ياخذ بخار ويغلي شويه. راح اضيف عليه المي الكامل اللي اريده. هاي التشريب مالتنا او السوبع شكلها صار يجنن، والريحه ما احكي لكم. وهنا هسه حبيت اسوي شويه
تاتشينة او حشوة التمن، شو تسموها انتو بعد ما اعرف، كل واحد ولهجته. انا خليت الشعرية راح احمسها واخذ اللون الذهبي. هاي بعد ما حمست عندي واخذت اللون الذهبي، ضفت عليها كوب ونص من المي، واضيف عليها الفلفل المطحون شوية، ودارسين اللي هي القرفة، واضيف عليها الشكر. طبعا اكو ناس تحب تخليها مالحة، اني لا احبها بالشكر، الشكر اللي هو السكر. ضيف لها فد 3 خواشيك واتركها الى ان تستوي، ونكمل الطريقة وياك بنات. بعد شلون صارت. هسه شنو عندكم ضيفوا مكسرات، بازاليا، كشمش. اني الموجود عندي راح استخدمه اليوم، عندي البازاليا والجزر. نقلبهم ونتركه يهدر تقريبا 10 دقايق ربع ساعة بين ما اطبخ التمن. وهنا بلشنا نسوي الزلاطة. هنا عندي طماطة وليمون واللهانة، وانتو بعد شو تحبون ضيفوا. اني اليوم ذني اضافاتي. هنا عندي السوب مالتنا مال الدجاج، وهنا دا اطبخ التمن بعد المي ماله، وهنا الحشوة مالتنا كملت وثرمت. هنا نعم وضفت عليها دبس الرمان وليمون، عصير ليمون والملح بس. وصلنا اخير شي بدينا نصوب. خليت الزلطة بالكاسات، وهنا حضرنا المواعين مالتنا، وهسه اكيد راح تشوفون السفرة مالتنا، وابقوا ويانا للنهاية. طيب يكمل الغدا مالتنا، وهذا التمن والتاتشينة والتشريب. وهنا جتنا اضافات القاص العراقي لي جنة. وهنا سهمنا وسهمكم الف عافية يا حبايبي. بعد القصف وبعد الغدا وبعد هاي التفاصيل، ورجعنا من حيث ما بدينا. رجعت نفس الهوسة، ولازم هسه ارجع اصفي هذا كليته. هنا اني ما احب اطول عليكم الفيديو ولا اخليكم تملون من عندي. هنا اقولكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، في امان الله.